يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. اللي هتشوفه دلوقتي مش موجود في أي حتة تانية في العالم. في ناس بتصحى من النوم عشان تاكل حاجات لو شفتها هتجري، وناس بتعشق وبتتجوز عن طريق طقوس لو حكيتها لحد هيقول عليك مجنون. وهل ممكن تتحمل تشوف المشهد اللي اتصور في غرفة التشريح بالليل؟ جهز نفسك للرحلة اللي هتجننك. هنشوف أغرب تقاليد ومواقف في الهند وتركيا. كمل الفيديو للنهاية عشان هتشوف الصدمة بعينك، ويلا بينا نكتشف اللي محدش يتوقعه. تعال بقى نشوف الأكلات الغريبة اللي انت ممكن تجربها في حياتك، وهي أكلة العيون اللي موجودة في الهند. أيوة يا سيدي، الناس في الهند بتاكل العيون وبيعتبروها وجبة مهمة. بيجمعوا عيون الحيوانات من عند كل جزار، وبعد كده في واحد مخصوص هو اللي بيجهز الأكلة دي زي ما انتوا شايفين، وبيقولك إن العيون فيها فوايد رهيبة للصحة وأكتر من اللي موجودة في اللحمة ذات نفسها. مش عارف بصراحة إزاي بيقدروا ياكلوها. ومن جنان الأكل في الهند لجنان التقاليد، يلا بينا نكتشف حكاية سيد العريان دي إيه بالظبط. مين فينا ما سمعش جملة الزعيم عادل إمام عن مهرجان سيد العريان؟ بس اللي كتير ما يعرفوش إن المهرجان ده حقيقي وموجود بالفعل في الهند. أيوة يا سيدي، في الهند في مهرجان بنفس الاسم، والناس بتيجي تاخد البركة من الراجل اللي انتوا شايفينه ده. الطقوس هنا غريبة جدا وبتتم في أماكن عامة قدام الناس. زي ما انتوا شايفين ده جزء من الديانات الهندوسية اللي فيها أنواع كتير جدا من العبادات والطقوس الغريبة. بصراحة الطقوس اللي بتشوفها في الهند دي حاجة مش مفهومة. وتعالوا نشوف الفيديو اللي بعده واللي بيجنن أكتر، قصة حجر الحب بتاعهم إيه. تعال بقى أوريك حجر الحب اللي موجود في الهند. زي ما انت شايف في الهند في حجر بيسموه بحجر الحب، وعاملين حواليه معبد والناس بتروح تاخد البركة منه. بالنسبة لهم الحجر ده هو مفتاح الزواج الناجح والسعيد، وأي اتنين بيحبوا بعض أو عايزين يتجوزوا لازم يعملوا الطقوس والقرابين دي. بيروحوا يحضنوا الحجر وبيفضوا عليه اللبن والعسل. الطقس ده بالتحديد بيتعمل كعبادة للإله شيفا عشان يجلب لهم البركة والخصوبة في حياتهم. سبحان الله على العجائب اللي بنشوفها. نطلع من جنان الهند بقى ويلا بينا على تركيا نشوف أسانسير محتاج سرعة عشان تركبه. تعال بقى أوريك أغرب أسانسير في العالم واللي هيصدمك حرفياً. الأسانسير ده موجود في تركيا، وهو نوع قديم جداً اسمه باترنوستر. الميزة الغريبة والخطيرة فيه إنه بيتحرك على طول. أيوة زي ما سمعت كده، يعني مش بيقف. لو عايز تطلع لازم تنط جواه، ولو عايز تنزل برضه لازم تنط من جواه بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. الأسانسير ده خطير لدرجة إنهم منعوه في معظم الدول. قولي بقى، لو قدامك الأسانسير ده هتطلع ولا هتخاف؟ من رعب الأسانسير لأجواء مرعبة بجد. دلوقتي هنشوف المشهد اللي اتصور بالليل في غرفة التشريح. المشهد بقى اللي معانا دلوقتي كفيل إن هو يخلي قلبك يقف. ده مشهد اتصور في أحد المستشفيات، وتحديداً في غرفة التشريح، وهي معروفة إنها من الأماكن اللي ممكن تحصل فيها أحداث غريبة بسبب الطاقة السلبية. الدكتور قاعد عادي، ومرة واحدة بتحصل حركة مفاجأة زي ما انت شايف. الدكتور كان هيموت من الخوف وطلع يجري فوراً. لو انت مكانه لقيت الحركة دي بتحصل ورا ظهرك هتعمل ايه بالظبط؟ قولي بقى في التعليقات. يا ترى بعد كل اللي شفناه ده من عجائب العالم ممكن تكون في حاجات تانية بتحصل ومحدش يعرف عنها حاجة لحد دلوقتي؟ بصراحة رحلة النهاردة كانت أغرب من الخيال. شفنا جنان الأكل في الهند، ورعب الأسانسير اللي بيجري في تركيا، وتقاليد وعبادات تخلي الواحد يفكر كتير في طبيعة البشر. وكمان اختمناها بالمشهد المخيف من غرفة التشريح اللي محدش يتوقعه. لو عندك معلومة عن أي مكان أغرب من اللي شفناه، أو عندك تجربة مرعبة زي اللي حصلت في غرفة التشريح، سيبها لنا في التعليقات عشان كلنا نعرف. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان الناس تشوف العجائب دي كلها. تابعونا في مغامرة جديدة وغريبة هنكتشف فيها أسرار تانية. سلام.